هتلاقوا كيلو هنا ب1000 ونص مثلا، وكيلو نفس الكيلو جايبينه من مكان تاني ب 400 جنيه. كارثه. بما اني صاحب مطعم جمبري جبت لكم السمك اللي بيتغذى على الجمبري، سمي الله، وهنقارن ما بين صناره ابو علي وفارس احسن كيلو سمك بربوني. وجبنا كيلو ثمنه 1350 مع واحد رز. هتلاقوا كيلو هنا ب1000 ونص مثلا، وكيلو نفس الكيلو جايبينه من مكان تاني ب 400 جنيه. كارثه. اكيد في فرق ما بين الكيلو ب 400 جنيه والكيلو بص بقى، يعني هم دول هيغلوه؟ سمسم حبه البركه يعني ايه يعني؟ وهو الراجل عامل الصراحه احنا اشترينا الطحينه، انت المخلل اللي اديهولك هديه. الطحينه بكام عنده؟ الطحينه سعرها 30 جنيه. نسمي الله. والريحه اصلا بنت لذينه، ريحه البربوني دي. هل انت يا عزيزي اصلا تحب الحجم ده في البربوني ولا الاصغر؟ بحب الاصغر شويه ولكن ماشي. شوف حتى يا يوسف كده كده البربوني ملوش بطارخ من جوه. ايه لحمتها حلوه. طيب سمي الله. ده سمك باشا وبيتغذى على الجمبري ابن اللذينه ده، صاحب مزاج. ده تلاقي عنده كوليسترول في السما. ده مجرم. بص اللون اصلا الذهبي بتاع الفسفور، بص جواه مفصفره. بص لحمتها فصفره اجين. بقى نشوف طبق الرز ب 45 جنيه ده. سمك جميل جدا، بس الرز ايه ما يجيش معانا بتاع مطعم السمك ده. الراجل بعت لك عيش، فانت بس معلش هعمل حاجه بسيطه، بس انا مش عايز اطول عليكم، بس انا لازم اعمل ايه لقمه صغيره كده. نخلي لك سمكيه واحده ما تكترش، عشان ايه الضيوف اللي معاك وهم بياكلوا. شويه جرجير، شويه طحينه من التقيله بتاعتهم دي، كده 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 كده. سمي الله. خش على بعض. وتاني واحد معانا سناره، ونشوف اللي جاي مع سناره. حاجات كتير شكلها كده ايه خيرات. احنا طلبنا واحده طحينه عشان تعرف كل اوردر، طلبنا واحده طحينه واحد رز 1090 جنيه. كيلو ب 950 ورز والطحينه. الطحينه ب 50 جنيه. في زيت ايه؟ زيت بس هي من جوه شكلها رايق. ده الحجم اللي احنا بنحبه. ده لا اصغر من كده كمان اهو. بص بقى برنس بقى هنا جايب لك حبه صغيرين وحبه كبار، وشويه عيش محمص وشويه عيش مخبوزين عندهم وحاجات كتير. تعال نشوف طبق الرز ده اخباره ايه. تقليه السمك دي اللي انا بقى ايه ما بتجيش معايا. ثمن الرز 55 جنيه. انا عايز بس ادوق الرز كده. خش على السمك يعني. حلو ها؟ جدا. حب لون البربور انت ها؟ الله طعمها حلو، طعمها حلو. بس عايز اقول لكم